كشف أنجاتي من جمعية الزرقاء في أنقرة أن الطلاب الإيغور المغتربون في ماليزيا فقدوا علاقاتهم بعائلاتهم وفقدوا بعد البحث عن أماكن وجودهم. وقد أشار في وقت سابق أن طلب المساعدة يعرضهم للخطر، ويأمل في لفت انتباه جميع الأطراف لهذه القضية. لجأ القزاك الذين فروا من منطقة شينجانغ الإيغورية ذاتية الحكم تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين إلى كازاخستان. وفي الفترة الأخيرة توجه هؤلاء اللاجئون إلى القنصلية الصينية في ألماتي كازاخستان، وطلبوا من الحكومة الصينية دفع المعاش المستحق قانونيا. وقد انتظر كبار السن وهم صائمون فترات طويلة وتقدموا بطلبات متكررة، وقامت القنصلية الصينية بنشر إشعار بعدم وجود ضمان بدون ختم، بحيث رفضت قبول الطلبات. وضع الرئيس الأمريكي ترامب نهاية للقمة التاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وأعلن أن الولايات المتحدة ستتوقف عن إجراء مناورات عسكرية في شبه جزيرة الكورية، مما يجعله تنازلا كبيرا لكوريا الشمالية. ووصف الزعيمان الاجتماع بأنه خطوة نحو مستقبل مشرق، حيث عقد ترامب وكيم جونغ أون محادثات استغرقت 5 ساعات وأصدروا بيانا مشتركا. وجاء في البيان موافقة الولايات المتحدة بتقديم ضمانات أمنية مقابل نزع السلاح النووي الكوري الشمالي. تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجولة جديدة من التحقيقات بقضايا تتعلق بالفساد، واشتمل التحقيق على تبادل مصالح مع مسؤولين في وزارة الدفاع. وفي نفس اليوم طلبت الشرطة الإسرائيلية من نتنياهو فتح القضية رقم 4000. ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية فإن التحقيق كان نتيجة لشاهد القضية الناطق الإعلامي السابق نيل هيفتر، حيث قدم أدلة جديدة إلى الشرطة الشهر الماضي بأن نتنياهو قام بعقد صفقات غير قانونية مع شركة الاتصالات الإسرائيلية بيزك. أعلن مسؤولو الصحة المحليون في اليمن في 10 يونيو وقوع تبادل عنيف لإطلاق النار بين القوات الحكومية اليمنية وقوات الحوثيين في الجزء الغربي من البلاد في محافظة الحديدة، مما أسفر عن مقتل 50 شخصا وجرح العشرات. ذكرت أخبار في 12 يونيو استخدام فريق جريف التلسكوب اللاسلكي جرين هورن والتلسكوب الأسترالي باثفايندر في ولاية فرجينيا الغربية لمراقبة 14 نجما جديدا في مجرة درب التبانة، حيث أطلق 3 منها إشعاعا واضحا غير طبيعي للموجات الصغرى، وهو أيضا إشارة مميزة للماس المهدرج الذي يظهر في أطياف الأشعة تحت الحمراء. ويعد الماس المهدرج نوع من هيكل الماس الذي يحيط بسطحه جزيئات المحتوية على الهيدروجين.